لي انا من جهده، والله يعاون نور الدين، والله يعطيه الصبر هو وميمتو اللي مقابلينها تما مرضو اكثر ما مرضت انا هنايا. انا غير كنشوف ما تكرسوهم كلشي، هزوها قابلوها دفنوها وطلبوني واش نجيبوها ولا ما نجيبوهاش. قالك بنتك الا عزيزه عليك بلا ما نديروها في الصندوق. الاخت ديالها خرجت غير بداك الحرقه، خرجت كتهضر مع محروقه ديك الليله ديال الموتى وداك الشيء صافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في أحسن الأحوال، وما تنسونيش عافاكم أخوتي من اللايكات، ولكم جزيل الشكر. كيف ما شفتوا هذا أول خروج إعلامي لوالدة شيماء كتبين الحقيقة ديال الاتهامات اللي توجهات لنسيبها، وفي الحقيقة ديال الأمر كيبان السيد وقف مع مراته وهي مريضة وقفت الرجال، وما نساوش بانه مازال صغير ما عندوش ديك العقل الكامل باش يستوعب المرض والمستشفى وتحمل الالام. احنا كنشوفوهم كبار في السن شاربين عقلهم بما فيه الكفايه، ومنين كتمرض الزوجه ديالهم كيبداو يعايروا فيها ويتخلاو عليها وهي في امس الحاجه للحنان والعطف ديال الشريك الحياه ديالها. انا ما كنعممش، ولكن هذه الفئه راها موجوده في المجتمع، ورغم ذلك بقى مع مراته حتى النهايه. انا كنعاتب عليه في مساله وحده، وهي التصوير ديال مراسم الدفن. اما الاعلان عن الوفاه هذيك راه مساله عاديه ضروري باش يعرفوا الناس، ولكن ماشي مشكل. دائما كنخليو بزاف ديال الحوايج زوينين وكنشدو في شي غلط صغير، وكنعاتب على الاخت ديالو اللي حشومه عليها تخرج على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوه في راجل اختها مهما يكون الامر، تخلي المشاكل الداخليه بيناتهم وتراعي على وجه اختها مسكينه اللي ماتت. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش عافاكم اخوتي من اللايكات، ولكم جزيل الشكر.